أفضل شيء أن يخرج الإنسان من كل أنواع الإدمان هو أن يعرف من هو، أن يحقق ذاته. كيف يعني؟ وجدنا في دراسة في حلقة عندي محيا رقم 2 عن الإدمان، كل أنواع الإدمان، سواء كان إدمان مخدرات أو الخمرة أو الإدمان السلوكي زي الجنس أو القمار أو حتى عملية التسوق أو الأكل، يسمى إدمان سلوكي. كلها تجتمع في شيء واحد اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن إفراز الدوبامين، لأن الدوبامين يديك شعور بالسعادة والنشوة. حلو. وجدنا أن هناك نوع واحد من البشر محصنين من كل أنواع الإدمان، سواء كان الإدمان التقليدي أو الإدمان السلوكي، لا جنس ولا قمار ولا تسوق ولا أكل. من هؤلاء؟ إيش رأيك يا شيخ؟ من هؤلاء؟ والله بناء على الدراسة وجدنا هؤلاء عندهم كمية دوبامين تفرز في الدماغ طبيعية تفوق أي كمية يمكن أن تفرز بأي نوع من أنواع الإدمان. وهذا الدوبامين الطبيعي مفيد، ها؟ خلاص بدأت السعادة، أنت عايز في سعادة ونشوة. من هم هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا بفسيولوجية معينة، هؤلاء الذين كرسوا أنفسهم من أجل الآخرين. الله، أحب العباد إلى الله أنفعهم. هؤلاء مثل أمثال عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه، قضى 3 عقود في أفريقيا، 11 مليون مسلم على يده، آبار وأيتام ومدارس زوجته، وهو عبد الرحمن الصميت كان طبيب. نعم. وزوجته معه بدفوا السيارة حقتهم لأنه في المناطق الوعرة طبعا يضطروا يخرجوا عشان يدفوها في أفريقيا. تسأله زوجته: يا عبد الرحمن، هل سنكون في الجنة بنفس السعادة التي نحن فيها هنا؟ وهم يدفوا سيارة. نعم. انظر إلى هذه المرأة، مقارنها بين امرأة في العالم العربي ممكن تصاب باكتئاب إذا صاحبتها اشترت شنطة لوي فيتون وهي لم تستطع. هذا عندي فيها أمثلة وايد بس مو وقتها الآن. مو وقته. النقطة حقت إذا أردنا أن نعالج هذا الإدمان وأي نوع من الإدمان لابد أن نقتحم العقبة. إيش هي؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة. يعني العقبة هو أنا أعيش لنفسي، أقتحم هذه العقبة وأنسى نفسي وأفكر في الآخرين. وقتها ستجد نفسك السعادة والسلام والهناء، سعادة حقيقية لا تتبدد، سلام حقيقي وحب حقيقي. دكتور، أنا سعيد ومحب على هذه يعني العطاءات التي نورتنا بها وعلى استضافتك لي في مستشفى. جزاك الله خير، كرم منك يا شيخ. والله يبارك فيكم. وقدوة لنا. نشكرك على هذه الإضاءات يا دكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع أبنائنا